اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة كارير مود بيس 19 بيكاما ليجند. داخلين على مرحلة مهمة جدا. فترة الانتقالات فتحت وكنا عملنا ترانسفير ريكويست للنادي. هنشوف العروض اللي هتجيلنا ونحاول نتنقل ان شاء الله لنادي احسن من ده. أمطار لاحقا ربما في هذه المباراة. على كل حال الجماهير جاءت لتساند على الرغم من صعوبة الأجواء، جاءت لتشجع على الرغم من ربما سقوط الأمطار بعد ذلك. نتمنى أن لا يؤثر هذا الجو الصعب على مردود الفريقين. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات في المباراة الأولى من مرحلة الإياب. من سيحقق الفوز ومن سيعاني هذا اليوم؟ كرة مقطوعة بامتياز. وكرة ملعوبة إلى اللي مش الأمام. فاكر او ما تابعش الحلقات اللي كرة فاتت بينية. ممكن تدخل تتابعها دلوقتي على القناة. يحصل على اخر فترة المساحة. قبل ما فترة يا الانتقالات تفتح سلام كنا على متألقين. المهارة، على الكرة الجميلة. هاتريك ودخلنا في فريق الشهر في شهر نوفمبر وهندخل في شهر ديسمبر كمان. لمسة بينية. موجود يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. فلو فاتتك الحلقات اللي فاتت كده ادخل على القناة وهاتهم من الأول يلعب كده. كرة على اليسار. هتعجبك يعني الفيديوهات إن شاء الله. وقول رأيك كده في الفيديوهات، وعايزنا نعمل كارير مود في ألعاب ايه تاني. ضغط قوي وينجح في استعادتها. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. هجمة مرتدة الآن، يلعبها ببراعة. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يلعب كرة بينية. كرة طولية في المساحة الخالية. كرة اجتازت الخط، تحولت إلى رمية تماس. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يا راجل، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كرة طولية من الحارس، يحاول تمريرها من بين المدافعين. رولان، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. رولان، كرة طويلة إلى الأمام. مرت الكرة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يمر ويلعب كرة بينية وعرض يا والتسديد. ولد، القطعة القريبة دي مش ببلاش يا ابني، بيدفع فيها فلوس كتير والله. لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. رولان، يقطع هنا ما تأتي ركلة يعديش. الجزاء. مرت الكرة. الآن إمكانية التسديدة من يا هذه ولد الزاوية. ياه، ايه الحارس القرد ده؟ يعاد الكرة. رولان بضغط قوي تمكن ما لو من باله عكس استرداد اتجاهه الكرة. وجابها برضه. عدت الكرة. تمريرة بينية. يلعب كرة بينية. تسديدة. ماشي ماشي.
الكرة من جهة اليمين، يحاول تمريرها من بين المدافعين، فرصة هجوم معاكس، مخالفة واضحة جدا. لمسة بينية، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ أبعدوها. رمية جانبية إذن. ايه يا عم؟ وصلت إليه، يستعيد الكرة مرة أخرى. يبحث عن المهاجم، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلا بقى، ينطلق إلى يلا الأمام فاضية ايه؟ بسرعة. الكرة ملعوبة من مسافة. تعالى تاني. طب ليه بقى؟ ليه ضيعتها؟ بقطع الكرة ومنع الخطورة. ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. رولان يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحاول تمريرها من بين المدافعين. لا اله الا الله. كرة طولية من الحارس، وفي هذه اللحظة صافرة حكم الشوط ده المباراة يخلص إعلان نهاية 3-0 الشوط ولا حاجة. الأول. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد شوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. لازم نجيب اجوان عشان العروض تكتر من الأندية. يلعب كرة بينية، يا عم خدها انت. كرة بعد ذلك فيها تغييرات. سيوفاس، سيوفاس يحاول أن يلعب كرة بينية، الكرة داخل منطقة الجزاء. يستعيد الكرة سريعا. سيوفاس مش عليا يا حكم. على رمية جانبية. يلعب كرة طويلة، يا ابني هذه رمية جانبية. يلا يا جدعان بقى، طولنا كده. يمر ويلعب كرة بينية. احنا في 2 لعيبة جم النادي جديد، دفاع غير عادي. مباراة بس انا ما كبيرة اهتمتش تفتح حتى اعرف الفريقين. اسمائهم. يا نهار ابيض، كانت خطيرة اللي فاتت دي. بقول لكم بقى، انا ما اهتمتش حتى اعرف اسمائهم ولا حتى اعرف مراكزهم ايه. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. تقدم إلى الأمام. ايه يا عم ده؟ كرة إلى الأمام. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يلا 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 يلا. والآن ياه ده غيرني. تغيير مع توقف يا اللعب. دي النيلة.
كسبنا الحمد لله. شيء رائع أن نكون جزء من هذه المباريات بعد أن انتهت. هنا في المركز السابع. والله كويس يعني، احنا كنا في اول الدوري ضايعين خالص، ان احنا نوصل للمركز السابع ده انجاز يعني. اه، في اخبار عن المفاوضات. مم. الفريق اللي انا عملت له ترانسفير ريكويست ما توفقناش. مش عايزين خدماتي، هم الخسرانين. طيب نعمل ترانسفير ريكويست لنادي تاني، نجرب بقى الدوري الانجليزي. شوف برضو نادي كده تكون فرصة ان احنا نلعب فيه كبيرة. تشيلسي. عندهم مين؟ موراتا وبيدرو هازارد. مين المهاجمين؟ موراتا وجيرو وابراهام. في المركز الثامن على مستوى العالم. في الدوري المركز السادس، كسبوا 11 ماتش وتعادلوا 3 وخسروا 6. والله نجرب، هنخسر ايه؟ لحد ما ربنا يكرم ويجيلنا عروض. برضو. يا جدعان الإحباط ده. نشوف نادي تاني. نخش نشوف كده ترتيب الدوري الإنجليزي. والله ممكن المركز السابع أو الثامن. حلو، ده بيلعب 4-2-3-1. اه، في جيمي فاردي. طب وده؟ 4-4-1. بس مكتوب تحت 4-2-3-1، ازاي معرفش. عندي كارول والله نجرب التاني ده. منفعش نبقى نجرب اللي فوقيه. جايزة أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي. طبعا معروفة يعني.
طبعا معروف البالون دور بتاعت ميسي دي كلها جت ازاي. ميسي وبعديه كريستيانو وبعديه نيمار. وفي جايزة افضل مدرب برضو. مين اللي خدها بقى؟ اسباليتي مدرب ايطاليا. لا ده بيدرب دلوقتي انترناشونال، هو انتر ميلان يعني. ماشي. اه رفضوا برضو. رفضوا برضو. مش هسيبكم. انا رخم ومش هسيبكم. طيب ننسى بقى كل الكلام ده ونركز في الملعب، نركز في الماتش الجاي، نرد بيه على كل المشككين. كل وقت ورغم صعوبة الأجواء، ليلة باردة جدا، رغم ذلك الجماهير جاءت لتحضر. واترك عنك طبعا انا الأجواء المدرب الباردة بتاعي وتحضر اليوم بأداء معروفة يعني، مميز. وباينة من زمان ان هو ما المباراة بيحبنيش صحيح، لكن وبيكرهني درجة الحرارة على العشب من ومش اللاعبين عايزني معاه في على الفريق. أرضية الملعب لتستمتع بالمباراة. يا وبان اكتر اول ما سلام فترة على التلات هذه فتحت بقى الأجواء يبدل لي الهادئة بدري، هنا من يدي ملعب تعليمات الرباط. للعيبة ما جماهير تبصليش. الكلام ده كله واضح يمكنها يعني ومعروف تصنع وباين يعني. الحدث من خلال تواجدها بس انا معك حتى بقولك انا عايز امشي من والتهديدات. وشك، فالمفروض ان انت بقى ايه تساعدني امشي من وشك ده لو انت مش جميلة عايزني. الوصفة يا سيدي بصراحة. سوقني، خليني العب ماتشات عشان يجيلي عروض وامشي من هناك قدامك. الكثير من لكن انا مش عارف الأوقات انت عايز ايه التي بصراحة. لم تبح بها يعني عايز يدمر الأوقات. مستقبلي. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يحاول تمريرها من بين المدافعين. ياغو أسباس. تلعب الكرة إلى الأمام. حصلوا على رمية جانبية. كرة تمر بسلام على المدافعين. الله، من أين لك هذا؟ لعبة جميلة، تسديدة أجمل. يلعبون ركنية قصيرة. موجود لإبعاد الكرة. عرضية رأسية مذهلة. بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للآمال. ياغو أسباس. ياغو أسباس يلعبها على اليمين، يحاول أن يلعب كرة بينية. يلا على طول. كرة يا كانت ابني في ايه يا ابني منتهى ده يا ابني. الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. يبحث عن المهاجم. ياغو أسباس. بيلبسني الكورة. هو مين ده؟ هيكون مين غيره يعني؟ هيكون مين غيره؟ مرت الكرة بشكل جميل. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يستعيد الكرة مرة أخرى. يحاول فك
شفرة دفاع قوية من أسباس. الله على روعة الهدف. نتابع المباراة والنتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. يمر يلعب كرة بينية. الحكم المساعد لم يرفع الراية. قد تكون هذه فرصته. لمسة بينية. عدت الكرة. يبعدونها. كرة ممتازة. فرصة للتسديد. ربما تستاهل والله كانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. يحاول أن يلعب كرة بينية. يا ابني العبها عدل يا ابني. بإمكانه إبعاد الكرة. يلا يا جدعان. يستعيد الكرة سريعا. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ سيفت. كرة من جهة اليمين. يلا. اليوم الأداء الدفاعي مش عارف اتلم على كورة. كبيرة تحسب للمدافعين. ترميلي في مساحة. الدفاع كبير. يلعب كرة على اليسار. تقف الهجمة هنا. تنتهي الأمور هنا. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يا مسهل. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب. لا زالت خطيرة. يلعب كرة على اليسار. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يا كرة من جهة اليمين. الله يا ولد. شوف الإبداع. شوف اللمسة الحلوة. شوف الكرة الجميلة. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. يقطع الكرة. يلا زيد زيد. دي بقى لورا. بصولي كور والله العظيم غريبة. مرت الكرة. يحاول أن ايه يا عم دي كلها. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة. مسألة ربما ليست في تغيير اللاعبين، وإنما في إعادة الثقة لأنفسهم من أجل القدرة على تغيير مسار المباراة. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة أمام الفريق المنهزم. 45 دقيقة. إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. تغيير اتجاه اللعب على اليمين. إبعاد ناجح للكرة. ياغو أسباس. يلعب كرة بينية بطريقة ذكية. يواجه خصمه. مواجهة قوية بينهما. ياغو أسباس. كرة من جهة اليمين. يحاول تمريرها من بين المدافعين ويلعبها أرضية وأرسل الكرة بعيدة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة إلى الأمام. يلا. يلعب كرة بينية. يا نهار ابيض على لونجو. سنين لونجو. رائع جدا في التحكم في الركض بالكرة. في لمس الكرة وأيضا في تمريرها.
يلعبها عرضية. لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. موجود إبعاد الكرة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. كرة طولية إلى الأمام. ياغو أسباس. يخلص. كرة من جهة اليمين. لمسة بينية. لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. والله انا بتعرض لظلم مش طبيعي. كرة عن منطقة الخطأ. تغيير اتجاه اللعب على اليمين. أظن أن المدرب سيكون عنده الكثير من الكلام مع اللاعبين على ما حدث في مباراة اليوم. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد. الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح. خسرنا الماتش. خلي المدرب ينبسط، بس لسه في المركز السابع زي ما احنا. مفيش اي اخبار جديدة في المفاوضات، لسه النادي مردش. ماشي، نشوفكم في الحلقات الجاية، نشوف ايه اللي يحصل فيها. هل في نادي هيقبل بالعرض ولا لأ؟ هل في نادي هيعرض اصلا انه يضمني ولا لأ؟ نشوفكم في الحلقات الجاية، وسلام.